أم... تيجيني سؤال كلش هواية يتكرر. هل أنا الجامعة مالتي اللي درست بيها هل هي معترف بيها في ألمانيا أو ما معترف بيها في ألمانيا؟ للجواب على هذا السؤال تقدر تروح على الجهة المعنية في معادلة الشهادات في ألمانيا، وراح أخلي لك اللينك مالتها في صندوق الوصف. هاي المنظمة اللي هي ANABEN أو مختصرها، تقدر عن طريقها تعرف الشهادة مالتك معترف بها أو ما معترف بها. شوية الموقع بالألماني، بس أنا راح أقول لك بالضبط وين تدوس على مود تعرف هل شهادتك معترف بها لو لا. على العموم راح تفتح اللينك، راح يطلع لك هاي الصفحة. اللي تحتاج شو تسوي؟ تيجي على ثاني كلمة اللي هي الانستتيوشن أو الانستيتيوشن بالألماني، تضغط عليها. راح هنا تجيك معلومات شنو يقصد بال طبعا اكو تصنيفات للجامعات، اكو يعني H بلس، H ناقص، H بلس ناقص الى اخره، موجب سالب الى اخره. فكل واحدة محددين قيمتها بالمعادلة، يعني كلهن خلينا نقول يعني قابلة للمعادلة، لكن خلينا نقول وحدة كلش رصينة، وحدة نص ونص، وحدة إلى آخره. بس على العموم كلهن هن معترف بيهن. يقولوا لك شنو المطلوب من عندك، يعني بعدين لازم تجيبه على مود تكمل المعادلة مالتك. على العموم تيجي على كلمة هنا زوخن، يعني زوخن يعني بحث بالألماني. تجي هنا تكتب لندر أو سفال أوفنن، يعني اختيار الدولة. تضغط عليها راح تطلع لك قائمة بكل الدول. تقول له يابا أنا أريد عراق، هذا آي، تدوس عليه تختار العراق. مو تختار العراق، راح تقول له يابا بشتيتيجن. هنا طلعت لك قائمة بكل الجامعات العراقية المعترف بها. كل الجامعات تقدر تشوف الجامعة مالتك. يعني مثلا الجامعة التكنولوجية راح نروح على رقم 10، نشوف University of Technology وينها، نفسي في بغداد. الصور هنا 1000. تسعة مثلا. يعني مثلا هنا الصدر العراق كولج، سوران يونيفرسيتي أربيل. خلينا نشوف والله بعد شكو. يونيفرسيتي اوف صلاح الدين H بلس، يعني هاي مباشرة المعادلة مالتها رأسا، يعني ما تحتاج أي شيء إضافي. خلينا نقول University of Technology، تضغط على الزائد هنا راح يقول لك University of Technology، هذا التليفون مالتها، فاوندت بهالسنة إلى آخره. شنو تفاصيلها، شنو الأشياء اللي ممكن تنطيها، يعني ممكن تنطي باتشلر وين إلى آخره أو ماستر وين إلى آخره. هاي الجامعة، فمن تلقى اسم جامعتك هنا فبالتالي إنه تقدر تعادل شهادتك يعني ببساطة. يعني أي طريقة المعادلة حكينا عنها. راح أسوي فيلم ثاني أشرح بالضبط الفورمة كان شلون تنملي، وراح أخليها لكم في بالصفحة. بالتوفيق للجميع، تحياتي.